شاب اسمه بيرتاس باسكرفيلد كان معروف بلقب كلب الصيد، مش لأنه عنده كلب لكن لأنه كان بيطارد أعداء عيلته زي ما الكلب بيطارد الفريسة. كرس حياته كلها لحماية عيلته، ما كانش بيهتم بنفسه، كل اللي يهمه هو اسم باسكرفيلد. لكن الغدر عمره ما بيجي من بعيد، الطعنة جت من أقرب ناس ليه، اتهموه زور وقالوا إنه متعاون مع الشياطين، وفي لحظة واحدة صدر الحكم، الإعدام العلني قدام كل الناس، والكل واقف يتفرج مستني لحظة نزول الشفرة. وبنكتشف انه رجع بالزمن لما كان طفل صغير بيسأل نفسه هو انا فين؟ ايه اللي جابني هنا؟ وبيقول انا جسمي تقيل كده ليه؟ وحاسس ان في دوشه كتير حواليا. وبنعرف ان ده مكان اقامه عائله باسكرفيلد. وبعدين بنلاقي شخص غريب دخل اوضه الاطفال دي وبيقول عليهم حفنه من الاوغاد، وبيقولوا انه مش شايف اي واحد مميز فيهم، وبيقولوا انهم شكلهم هيكونوا مجموعه تافهه المره دي. بس بعدين بيقف مستغرب ثانيه وبيكون باصص لواحد من السراير وبيقول شكلنا كده لقينا واحد مشاغب، وبنلاقيه بيطلب من المساعد بتاعه ينقل الاطفال لمكان تاني. وبنلاقي صاحبنا اللي راجع بالزمن بيتعرف عليه وبيقول ان ده السبب الرئيسي ان راسه اتقطع في حياته السابقه، وبيكون اسمه هيوغو. وبكده فكير اتاكد انه رجع للحياه من جديد لانه قدر يتعرف على هيوغو. ففكير بيقول انه في حياته الماضيه ما كانش عايش حياه كويسه، وانه اتولد كابن غير شرعي واتدرب في ظروف قاسيه. بيقول ان حياته كانت شبه الكلاب بالظبط، لازم تكون مخلصه لوجباتها، وانه كان بيتوكل ليه شويه اعمال صعبه زي الاغتيال والتجسس والترهيب واي نوع من الاعمال القذره، وكل ده عشان يخلي عائله باسكرفيلد الافضل بين 7 عائلات. وبيقول انه كان بيعمل كل ده عشان العيله تعترف بيه وهيوغو يعترف بيه هو كمان. وقال انه قاعد يخدمهم في بوابه الجحيم لمده 10 سنين لحد ما المعركه بينهم وبين الشياطين انتهت بانتصارهم. ودي كانت المكافاه اللي انا خدتها في الاخر بعد الخدمه الطويله دي، كانت مكافئتي ببساطه اني اتعدم. وبيقول ان السبب الاساسي لاعدامه كان هيوغو، لانه عرف عنه معلومات كتير، وبيقول في نفسه انه مش هيقع في نفس الغلطه مرتين. وبيقول انه عاوز ياخد انتقامه دلوقتي، بس اليد قصيره والعين بصيره، هياخد انتقامه زي وهو لسه في جسم طفل. وبيقول ان المكان اللي هياخده ليه هيوغو مكان كويس عشان يقدر يكتسب فيه قوه، وانه لازم يبدا يجمع قوته من دلوقتي. نعرف ان المكان اللي هيروحه اسمه مهد سكين، وان الاطفال بيترموا هناك في المتاهه دي وبيتم اختبار قوتهم اثناء توجههم للنهر. وبنعرف ان النهر ده اسمه نهر ستيك، واساطير بتقول ان النهر ده بيحول جسم الطفل لحديد، بس التاثير ده بيسيب عدد محدود بس من الاطفال. بيقول عشان تقدر توصل لنهر ستيكس ده لازم تمر مباشره بحاجز الشفره الحلزونيه. وبيقول في حياته السابقه اصحابه دفعوه للخلف وما تمكنش من انه يتقدم، وبيقول ان الامر هيكون مختلف المره دي. وبنلاقيه نط جوه النهر، وبنلاقيه مصمم انه ياخد كل الفوائد من النهر الاسطوري ده، وانه هيفضل فيه لاطول فتره ممكنه عشان يحقق مراده. وبنعرف ان ميه النهر دي فيها قدره شفائيه، وانها بتتلمع الجروح وبتعيد تكوين بنيه العظم عشان تبقى اكتر قوه. وبنلاقي صاحبنا بيقول ان لازم يصمد فتره اطول، وبنلاقي الناس اللي بره بيحسوا بالقلق ويقولوا انه لازم يخرج دلوقتي وانه هيموت لو بقي لفتره اطول، وبيقولوا انه لازم ينقذوه. بس بنلاقي هيوغو بيضحك ضحكه شريره، وبنلاقيه بيسال العالم اللي وراه وبيقول له وعدى وقت قد ايه من ساعه ما هو دخل النهر تحت. فالعالم بيقول له 7 دقايق تقريبا. فهيوغو بيقول 7 دقايق يحتمل انه يكون مات. فبدا هيوغو بيندى عليه وبيقول له يطلع، بس بطلنا بيسمع صوت هيوغو وبيعاند اكتر وبيقول انا مش هطلع بالبساطه دي. بيقول ان لازم يستحمل اكبر قدر ممكن، بس بيلاقيه ابتدى يفقد الوعي، بس بيكمل يقاوم، بس بيحاول يقاوم، بس فجاه في ايد بتسحبه وبيكون هيوغو. وبيلاقيه بيقول بصوا للواد ده ما قعدش في النهر بس ده شرب ميه النهر كمان. وبيقول ان استانه نامت بمجرد انه قعد شويه دول في النهر. فبيلاقي هيوغو بيسال على اسم الواد ده، فالعالم بيقول له ده اسمه فيك. بيقول شكل بقى عندي ابن جشع دلوقتي. وبنكتشف ان بطلنا يبقى ابن هيوغو. وبنلاقي بطلنا بيقول في نفسه حبني قد ما انت عاوز يا هيوغو، انا بشحذ انيابي بس دلوقتي بعديها هنتقم، وانا هفضل مستني الوقت اللي هنتقم فيه منك، وقتها هحاول باسكر في الرماد. وبنرجع للزمن وبنلاقي بطلنا فكير كان عنده موهبه عبقريه في العالم ده، بس اسرته كانت بتعتبره مجرد شخص عادي. وانه لما كان عنده 20 سنه بس اتكلف بمهمات زي الاغتيال والتجسس والاخضاع، وفي سن ال30 دخل بوابه بتوديه لعالم الشياطين وبدا يغزو الشياطين كلهم. وفي سن ال35 البشريه عانت من عصر الدمار والوحوش فقتلهم كلهم. ولما كان عنده 39 سنه انتهت الحرب الطويله
الدولة دي بانتصار البشر، ومكافئته كانت زي ما احنا عارفين اتعدم. وبنرجع للمشهد تاني، لا صاحبنا بيفتح عينه وبيلاقي نفسه رجع للحضانة تاني، وبيقول ان كده نجي من الموضوع ده، وانه وقوعه في النهر هيديه نقطة انطلاق افضل. في المشهد اللي بعده بنلاقي ست ماسكة صندوق غريب كده، وبيبقى في كير بيبص لها باستغراب، وبيقول المفروض محدش يديني هدية بما اني ابن غير شرعي. فبيبص للصندوق كده وبيلاقيه بيتفتح لوحده، هو بيطلع منه تعبان اسود، بس ما بيطلعش تعبان واحد، بيطلعوا تعبانين. وبيلاقي في كير بيتعرف عليهم، وبيقول المامبا الدموية، بيقول ان هو التعبان ده نادر جدا، وبيقول ممكن ان ملاك التعابين دي بيحاولوا اغتيالي، وبيحاولوا تقريبا تقليل عدد المنافسين لاطفالهم، وبيقول دول بيحاولوا يقتلوا طفل في الحضانة. وبيلاقيه مسك التعبانين دول بسرعة وعيونه بتكون مليانة شر، وبيقوم قاتل التعبانين دول هما الاتنين حركة واحدة سريعة. وفي اليوم اللي بعد بنلاقي شوية اشخاص مصدومين كده، وبيلاقوا طفل متغطى بجثث الافاعي الميتة، وبنلاقي ان تم اعدام المربيات اللي عملوا لساعات اضافية في اليوم ده لانهم المسؤولين بجلب الافاعي دي، وبيبقوا مستغربين من التعابين دي ماتت ازاي. يكون الوحيد اللي عارف الحقيقة دي هو فكير الطفل اللي موت التعابين. وبنتقدم بالزمن شوية، بعد 8 سنين بنلاقي مدرس قاعد عمال بيدي حصة لشوية طلاب، ويقول لهم النهارده يا طلابي هنتعرف على حالة المبارزة. انت لو ما قدرتش تحط مانع على السيف بتاعك فانت تبقى مبتدئ في السيف. خبير السيف هو اللي بيقدر يحط بكمية قليلة من المانع على السيف، والشخص اللي السيف بتاعه بيحط بهالة تشبه السائل بيطلق عليه سياف اعلى، ولما الهالة بتبقى صلبة تقدر تغير الشكل زي ما انت عاوز، وبيتسمى سيد السيف. وبنعرف ان هوجو هو سيد السيف، وانه القائد الاعلى لباسكرفيلد. وبنلاقي فكير بيقول في نفسه واغيوه فعلا كان سيد السيف في الوقت ده، وبيقول في نفسه انه لازم نرجع قوته في الحياة الماضية باسرع وقت. وبنلاقي المدرس بيركز مع فكير، وبيقول سيد فكير شكله غرقان في افكاره مرة تانية. وبنعرف انه بيبقى مشغول في التفكير، وبيسأل نفسه كم سنة احتاج عشان اقتل هيوغو وانتقم منه. بعدين بنلاقي 3 بالطلاب باصين لفكير وبيزقوه كده، وبيقولوا له مرحبا ايها النصف كمامة. وبنلاقي ال3 دول قاعدين بيتنمروا عليه عشان في شائعة بتقول انه ابن غير شرعي، وبيقولوا لي الاشاعات دي صح انك فضلت لمدة 7 دقايق في النهر، وانك قتلت تعابين سامة وانت صغير. وبنلاقيه بيقول ان في حياته الماضية ال3 دول كانوا بيجروا وراه عشان يطعنوه لما هرب، وان اسمهم كان الرمح الثلاثي. وبنعرف انهم 3 اخوات، وبيكونوا هما 3 قاعدين بيسألوه في نفس الوقت. ففكير بيقول في نفسه ان ال3 دول لما يكبروا هيكونوا خصوم مزعجين، ومن الافضل نقتلهم في وقت ابكر شويه. وبنلاقي واحد منهم رفع سيف على فكير، وبنلاقي الواد ده بيقول له انا سمعت انك لو فضلت في النهر ده فتره طويله مش هتتاثر باي نص ومش هتتاذى، بيقول حتى لو طعنتك بالخنجر ده مش هتموت. مش كده بنلاقيه بيندى على اخوه الصغير، فبيقوم اخوه الصغير مكتفه كده. فبنلاقي فكير بيقول شكلهم عاوزين يلعبوا شويه، وبنلاقيهم بيقولوا ان اسطوره النهر دي استحاله تكون حقيقيه. وبنلاقي الواد اللي وراه ده يكون كاتم انفاسه، وبيكونوا قاعدين بيتفرجوا هم مستغربين. وعدى 3 دقايق ويقولوا استحاله يكمل عن كده، وبعدها عدى 10 دقايق وبيكونوا كلهم مستغربين جدا، ويقولوا الوضع ده مش ممتع خالص، سيبه خليه يمشي. بعدين الواد اللي كان ماسك فكير بيبص لايده بيبقى مستغرب، وبيلاقي ايديه بقى فيها 4 صوابع بدل 5، وبنكتشف ان فكير كل واحد من صوابعه وقام تفه بعيد. وبيقول له انت عملت ايه؟ ففكير بيقول له انت قلت له يبعد ايده ليه؟ هو انت خايف؟ فبنلاقيهم بيعندوا بيقولوا الوضع مش كده، احنا مش خايفين اطلاقا. بنلاقيهم عايزين يروحوا عشان يعالجوا صباع اخوهم، وبيقولوا له يلا نروح للكاهن عشان يعالج صباعك. وبنلاقي فكير بيقول لهم مين اللي سمح لكم انكم تمشوا؟ فبنلاقي واحد منهم هجم عليه بالخنجر، بيقول له انت نسيت ان انا اكبر منك بسنه واحده. بس الواد ده بيتصدم جدا، وبنلاقي ان الخنجر بتاعه ما اخترقوش حتى وما نزفش ولا نقطه دم واحده. فبنلاقي فكير مسك ايده ولواها، وبيقول له العمر مش مهم، اهم حاجه تكون معاك الموهبه والقوه. وبيكون فكير مستمتع جدا، وبيقول له انا عاوز العب معاك لحد النهايه. وهنا بيتاكدوا كلهم ان الشائعات كلها صح، بس قبل ما يستوعب بيلاقي وشه اتحطم بلكمه قويه من فكير. وبيلاقي اخواته قاعدين باصين عليه وهم مستغربين ومصدومين جدا، وبيكونوا غضبانين جدا من فكير. بس فكير بيهجم عليهم تاني وبيهشم دماغ واحد منهم. فكير بيقول لهم ما تخافوش تتحسنوا لما تتعالجوا، وبيقول لهم انا مش هسمح لكم تخرجوا من الغرفه دي، واني لو سبتكم تخرجوا من هنا بالي مش هيرتاح ولا جسمي طول حياتي. وبيقول انا هكون كريم وهخلي واحد منكم هو اللي يمشي. وبيقولوا له فعلا؟ فبيقول لهم طبعا، ويقول ده امر خاص بيكم انتوا اللي تقرروه.
يهربوا، وبنلاقيه رمالهم الخنجر اللي كان معاهم وبيقول لهم استعجلوا، انا عاوز اشوف مين اخر واحد فيكم هيبقى على قيد الحياة. فبنلاقيهم بيبصوا هما مستغربين للخنجر، وبعدين بيفضلوا يبصوا لبعض نظرات غريبة مليانة شك. وبعدين فكير بيقفل الباب عليهم وبيبقى قاعد مستمتع بالدقيق اللي قاعد عمال بيحصل جوه. وفي مشهد تاني بنلاقي العالم ده وبنلاقيه جايب لتقارير لواحد وبيقول له في ناس ماتت في المناجم من عائلة مورجور في مناجم الياقوت، وبيقول ان عائلة مورجور بتدعي ان مناجم الياقوت دي تبقى اختصاص العائلة. فبنلاقي الراجل اللي بيكلمه بيقول له طب انت معاك اي تقارير تانية؟ وبيقول له انا معايا تقرير نصف الاختبار الدراسي. وبيقول له السيد فكير احتل المركز الاول في الكتابة. وبنلاقي الشخص ده بيقول مبهر، وبنعرف انه رئيس عائلة باسكرفيلد هوجو. وبنلاقي هوجو بيسأله الاختبار العملي للاطفال في مرحلة ما قبل المدرسة هيكون امتى؟ فبنلاقي العالم ده بيقول له بعد 5 ايام بالظبط. وبنلاقي العالم ده بيبص كده وبيكون قلقان شوية وبيقول له سيدي انا عندي حاجة اقولها لك. قتال كبير حصل بين الاولاد مؤخرا. فهوجو بيستغرب بيقول له كم واحد اتقتل منهم؟ وبنلاقي العالم بيقول له ما ماتش حد. بيقول له في واحد من الاخوة ال3 التوأم اتضررت جميع اسنانه، واحد منهم فكه اتكسر والتاني فقد واحد من اصابعه. وبيقول ان تم علاجهم واستعادوا كلهم كامل صحتهم، بس بيقولوا ان جروحهم النفسية عميقة وما بتتشفيش. فبالله هو بيقول ازاي الموضوع ده صعب جدا، انهم اخوة 3 قريبين من بعض وصعب ان يدب شجار ما بينهم. في صراع كمان مع واحد تاني وكان عمره 8 سنوات اصغر منهم بسنة واحدة، هو اللي خلى الاولاد ال3 كده. هو نفس الشخص اللي خد المركز الاول في الاختبار الكتابي، اذا كان ان السيد فكير هو كان الجاني. وفي المشهد اللي بعده بنلاقي نفسنا قدام فكير وبنلاقيه قدام هيوغو. ففكير بيقول له هيوغو اهلا ايها اللورد. فهيوغو بيقول له انت كبرت بسرعة يا فكير، ما لحقتش اشاهدك وانت بتكبر. فبنلاقيه بيسأله انا سمعت انك ضربت التوأم ال3 البالغين من العمر 9 سنوات. فكير بيرد عليه وبيقول له بما انهم اخواتي فاكيد هم خدوا العلاج المناسب. فبنلاقي هيوغو بيقول له انا مش بتكلم عن اضرارهم الجسدية، انا بتكلم على اضرارهم النفسية. وبيقول له انا سمعت انهم بقوش يختلطوا مع بعض تاني ولا بياكلوا مع بعض، كل واحد منفصل عن التاني. فبنلاقي فكير ساكت. فبنلاقي هيوغو بيقول لفكير انت مش حاسس ان انت اخطأت؟ فكير بيستغرب بيقول انا اخطأ؟ فهيوغو بيقول له طبعا انت خليت اخواتك في حالة فوضى. فبنلاقي فكير بيقول له انا اقوى منهم، ازاي شخص قوي يغلط؟ فبنلاقي هيوغو بيقول له اخواتك جم قبلك وقالوا انهم سامحوك على اللي انت عملته. فهيوغو بيقول له انت بتقول ان انت مش حاسس باي ذنب؟ وبنلاقيه بيقول ان التسامح مجرد ذريعه للضعفاء اللي ما عندهمش اي قدره على الانتقام. فبنلاقي كلامه بيعجب هيوغو جامد، وبنلاقي هيوغو بيتبسط جدا وبيقول انت فاهم شعار عائله باسكرفيلد كويس. وبنلاقيه بينده على العالم اللي جنبه وبيطلب منه يقدموا اي وجبات خفيفه عندهم في المخزن لفكير. ففكير بيعمل نفسه مبسوط كده. طبعا احنا عارفين ان كل ده تمثيل وان فكير من جواه كان عاوز ينتقم منه، بس بيلاقيه بيندى عليه تاني. فغوكو بيقول له بتمنى لك التوفيق في الاختبار، ويقول له ما تتخلاش عن كونك فردا من العائله. فبنلاقي فكير متعصب. وبعدين في المشهد اللي بعده بنلاقي نفسنا في مخزن الاغذيه وبنلاقي العالم ده مع فكير وبيقول له المنتج اللي قدامك ده افضل شوكولاته انا قدرت اعملها. ففكير بيقول له انت مش محتاج تشرح كل حاجه، تقدر تسكت شويه. فكير بيقول له انا محتاج حبوب الكاكاو، عاوز نوع ذو نكهه قويه جدا. بنلاقيه اداله نوع من الكاكاو اسمه الفاصوليا الدمويه. نعرف ان حبه واحده منها بتكفي لصنع 100 لتر من الشوكولاته. ففكير بيدوها وبيقول ان طعمها مر فعلا. وبنلاقي العالم باصص له باستغراب بيقول ان كده ما كسرش كلام السيد وانه كده مش جشع وانه كل اللي خده هو حفنه صغيره من حبوب الشوكولاته. فبنلاقي طباخ بيقول له انا ممكن اعالجها لك وابعتها القطه. ففكير بيقول له لا انا هاخدها كده. فالعالم بيقول في نفسه ده فعلا الواد ده عنده ذوق فريد جدا. وبعدها بنكتشف سبب طلب فكير لحبوب الشوكولاته وبنعرف انه هيحتاجها في التقييم العملي بعد 5 ايام. وبنلاقي فكير اخيرا في التقييم العملي وبيقول في نفسه ان النهارده هيحصل حدث غير مسبوق في باسكرفيلد وبيكون وقت الاختبار جه. تلاقيهم موجود على جبل وبنعرف ان الجبل ده مليان بالوحوش. بعدين بنلاقي معلم التوجيه ده قدامهم وبيقول لهم ان التقييم العملي هيكون بسيط جدا وبيقول لهم انكم هتعيشوا هنا لمده شهر ولازم تصطادوا الوحوش الكبيره والقويه وان النتيجه الاساسيه هي 10 نقاط لو انت نجحت في انقاذ حياتك، و30 نقطة لو انقذت حياتك من غير ما تتصاب بالشلل، و50 نقطة لو انت تخليت عن اصدقائك ونجوت لوحدك، وانه لو مسكت بالوحوش وفضلت على قيد الحياة هتاخد 70 نقطة، وان لو تم استيفاء جميع الشروط السابقة دي هيتم تحصيل 90 نقطة. نعرف كل واحد مشارك في التدريب ده معاه شارة عند رقبته، وان اللي هيسرقها هياخد نقاط اضافية. ويقول لهم انت مش هتاخدوا اي نقطة لو انتوا متوا، وبيقولوا ان دي تعليم
اوجو، وبيقول له وبينصحهم ان هم ما يروحوش بره بعيد عند المنطقه المحظوره، وبيوصيهم انهم يتحركوا في المنطقه اللي هزموا فيها الوحوش بس. وخلال فتره التدريب هيكون مجموعه من الفرسان مختبئين حواليهم عشان يرصدوا النقاط. وبنلاقي شويه طلاب باصين لفكير بيقولوا ده الشخص اللي الشائعات بتقول انه فضل جوه النهر ل7 دقايق، وبيقولوا ان ده اللي حصل على الدرجه الكامله في الاختبار الكتابي، وبيقولوا يلا نشوف لو هيقدر يكون بعمل جيد. فبنلاقي فكير بيقول في نفسه مر وقت طويل على الاختبار ده، وبنلاقي 3 اخوات متجانبين النظر لفكير نهائي. فبنلاقي مرشد الاختبار ده بيقول بعد ما يرن الجرس اللي في ايده هيبقى رسميا الاختبار بدأ، وانه بيتمنى ليهم التوفيق. واول ما بيرن الجرس كلهم بيختفوا من وجهه. بنلاقي واحد منهم بيقول انه لازم يحتل منطقه مفيده، وان مفيش اي وسيله انه يفضل على قيد الحياه لوحده، وانه لازم يترصد حد ويستنى الفرصه عشان يخلص عليه. بنلاقي الاخوه ال3 مع بعض مفيش اي توافق بينهم خالص. وبنلاقي مرشد الاختبار ده بيقول الاختبار بدأ فعلا، وان في الاختبار ده ما ينفعش تقتل الخصوم اللي معاك، هو مش معذور بس لو قتلت حد منهم بيتخصم منك شويه نقاط. عشان كده كل المشاركين في الاختبار ده لو حبوا يقتلوا شخص تاني مش بيقتلوه بشكل مباشر. بيقول ان الفرسان هيخلوا بالهم من الحوار ده عشان يتاكدوا انهم يطلعوا من الاختبار ده باقل عدد ممكن من الضحايا. فبنلاقي واحد من المراقبين بيبص ومصدوم كده، بيقول المكان ده مجاور للمنطقه اللي مش مؤمنه، وبيبقى مراقبه ومترقب بيقول ايه المهارات اللي هيستخدمها. هو بيلاقي فكير نفسه قدام شجره مع عصايه قاعد عمال يضرب بيها الارض، وبيقول طالما الارض ناعمه كده الامر هيكون كويس. بيقول انه قرر انه هيبقى هنا لبعض الوقت، وبيقول انه هيسترخي وهيستمتع. فالمراقب بيبقى مستغرب جدا، وبيكون فكير بيجمع شويه حط. وفي الجانب التاني من الاختبار بيكون في مبارزه شديده بين الخصوم، بس في نفس الوقت بيكون فكير قاعد عمال معلق لبسه ومرتاح وبيحفر تحت الشجره. بس باقي الطلاب بيكونوا قاعدين بيهجموا على الوحوش وبيتبارزوا. في الوقت ده بيكون فكير مريح دماغه وقاعد نايم وبنى حاجه زي كوخ صغير كده، وبيكون المراقب مصدوم جدا. والمراقب اللي كان بيراقب فكير بيقول ان عدى ايام كتير ما عملش اي حاجه غير انه يدور على اكل وحطب. بيقول هو فكير بيخطط انه يمضي الوقت الاختبار كله كده. والمراقب ابتدى يشك ان كونه نبغى شائعات، وبيقول هو لو مستخبي كده فما فيش داعي للمراقب. فالمراقب بيسيبه وبيمشي. بس فكير بيقول ان المراقب مشي اخيرا، وبيقول ان التخييم ده بيفكره بايام زمان. وبنلاقيه في الماضي واحد بيقول له حبوب الكاكاو خاصه الفاصوليا الداميه هي الافضل لازاله رائحه اللحوم، وبنعرف انه كان واخد الفاصوليا من البدايه عشان يخفي ريحه اللحم اللي هيشويه وما يخليش اي وحش يهجم عليه ويقدر يتعرف على مكانه. مجرد ما حط الحبوب بيقول ان العائق اختفى وان كافه التجهيزات جهزت. بيقول انه كده هيبتدي عمليه الصيد، وان بعد عده ايام في المنطقه المفتوحه تكون دي منطقه ما تمش اكتشافها بعد. فكير بيقول في نفسه ان المنطقه دي كشفها في الماضي، وان في الماضي كان بيتجول في المكان ده زي اكنه كان طعم بالظبط. وبالله فكير بيقول رائحه نفاذه بتجذب الحواس كلها وجذور اشجار ميته، انا متاكد ان الشخص ده بيعيش هنا. بعدين بيسمع صوت خشخشه جنبه، وبعدين بيقول ان الآية اخيرا بيقول ان في وحش واحد بس بيعمل كده. وبالله فكير قدام وحش كبير جدا، وبنعرف انه قدام كلب الجحيم. خصائص كلب الجحيم ده ان تصنيف خطورته B+، وطوله 3 امتار، وموقع الجبال الاحمر والاسود الحافه الثانيه، وان ده كلب من الجحيم، وانه بمجرد عضه واحده منه استحاله تبقى على قيد نعرف انه وحش بري يتغذى على نيران الجحيم. وبنعرف انه في حياته السابقه ما قدرش يصيد اي حد من الانواع دي الا بعد ما كان عنده 18 سنه. وبيقول اكيد الموضوع ده هيبقى مستحيل لطفل عنده 8 اعوام، بس بيقول ده اكيد لو الطفل ده مش عارف يتعامل معاهم ازاي. وبنلاقيه هجم على كلب الجحيم بسرعه، وبيقول نقطه ضعف كلاب الجحيم الاولى. وقبل ما يكمل كلامه بنلاقيه اتزحلق تحت الكلب واتفادى هجمته بسهوله. وبيقول نقطه ضعفهم انهم بيتحركوا في خط مستقيم بس وما يقدروش يتكيفوا مع التغيرات المفاجئه في الحركه. فبنلاقي كلب الجحيم متعصب جدا. فبنلاقي فكير بيقول نقطه الضعف الثانيه ان الكلاب دي ما تقدرش تمشي فوق الميه، وبنلاقي رش الميه دي قدامه. وبيقول بكده كلب الجحيم هتبقى حركته ابطا. نقطه الضعف الثالثه انه لما بيقرب من الهدف بتاعه بيقلل من حذره. فبنلاقي كلب الجحيم هجم على فكير وبيكون فاتح بقه وجهز نفسه انه يعضه، بس فكير بيحدف حاجه تكون في ايده وبيتفادى هجمه الكلب. وبنلاقي الكلب بيبص لفكير، الكلب بيحس بحاجه غريبه جدا وبيترمي على الارض. وبنكتشف ان فكير حدف في بق الكلب وهو بينط حبه كاكاو. وبنعرف ان حبه الكاكاو سامه للكلاب والحيوانات، ودي فعلا معلومه حقيقيه. فقرة مع راي للتعليم.
الشوكولاته واي منتجات كاكاو سامه للحيوانات الاليفه زي الكلاب والقطط، وان الحبه دي بتقدر تعمل لوحدها 100 لتر شوكولاته، فبالتالي دي السم قاتل سريع. ففكير بيقول ده كلاب الجحيم مش قادره تتغلب على شويه شوكولاته. فكير بيقول ان المعده والقلب بتحميهم اضلاع صلبه، فعشان كده ما كانش يقدر يخترق جسم الكلب من بره، بس كان يقدر يدمره بس من جوه. فبنلاقي ماسك حاجه غريبه بايده، وبنكتشف ان انت لما بتقتل اي شياطين فان الخبره بتتراكم في جسمك، وده بيؤدي لتعزيز قوه البدن. فبنلاقي فكير بيقول انه بقى حاسس ان السيف وزنه اقل دلوقتي، وبيقول انه بالنظام ده هيقدر يوصل لقوته السابقه قبل ما يبلغ حتى. وبيقول ان طفل بعمر 8 سنوات يصطاد وحش من الدرجه بي بلس. شوف، وبيقول انه متشوق يشوف تعبير وش هوجو، وبيقول مع الكلب ده انا كده كده هاخد المركز الاول في التقييم. وبيقول مكافاه المركز الاول مكافاه ضخمه جدا ما كنتش احلم بيها اساسا، وان ما حدش في العصر ده يعرف قيمه المكافاه الحقيقيه. وفكير بيقول انه هيحتكرها لنفسه، وبيسال نفسه هل لازم اقطع راس الكلب ده واخدها معايا. بس فكير بيبص وراه وبيلاقي كلبين جحيم، ويقول ده اكيد جم عشان سمعوا صراخ اخوهم، بيقول انتوا اكيد جيتم عشان تتهموا، وبيكونوا 4 والعدد بيزيد، وبيقول لهم قربوا مني. وبنلاقيه بضربه سريعه بيقطع راس كلب من الكلاب دي، وبيقول في نفسه اساسا ما كنتش ناوي اقتل واحد بس. بيقول لهم قربوا، ده انا معايا حبوب شوكولاته كتير. بس في حاله غريبه ورا الكلاب دي، وبيكون الكلاب مصدومه، وفكير بيكون مستغرب، وبيقول هم خايفين من طفل عنده 8 سنين. ويقول ده استحاله، ده كلب الجحيم بيفضل الموت عن الاستسلام. بيقول مهله، بيبص وراه بيلاقي مخلوق بهاله غريبه، بيبقى كلب عملاق ب3 رؤوس، وبنكتشف ان اسمه سيربروس. ففكير بيقول في نفسه سيربروس وحش خطير من الدرجه ايه بلس، الوحش ده المفروض ما يبقاش هنا اساسا. وبيبقى فكير قلقان جدا، بس فكير بيركز في الوحش، بيقول الوحش ده بينزل، وبيركز في جسمه وبيلاقي جسمه مليان اسهم وبيروح من كل حته. فبيستنتج انه كان بيتقاتل مع حد، وبيقول في التفكير في الامر عشان الكلب ده يوصل لهنا اكيد عبر الجبال، اكيد قبيله بربريه هجمت الكلب ده، وان الكلب ده يقدر يهرب منها عن طريق انه يجي هنا. فكير بيقول دي فرصه، وحش من تصنيف A بلس مع اصابات خطيره زي دي ما كانش لازم تسيبوه يفلت. وبنعرف ان فكير كان خبير في السيف في حياته السابقه، وانه كان متقن ل3 فنون للسيف. فبنلاقي فكير شحت سيفه ومستعد للهجوم، وبنلاقيه بيهجم بسرعه على الوحش ده، وهو بيستهدف واحد من الرؤوس بهجمه قويه، وبعدين بيستهدف واحد من الرؤوس التانيه. وبنلاقيه بيقول في نفسه انا هقدر اعملها، اقدر اهزمه. وبنلاقي انه في حياته السابقه قدر يسقل مهارات لدرجه انه كان بيقتل خصمه بمجموعه من الضربات عاليه الدقه بتبقى ذات مجهود منخفض وبتنتج اكبر ضرر ممكن. ومع تعزيز السيف ده كانت هجماته دي كفيله انها تحدث شويه ضرر في الوحش المصاب. بس فكير بيطلع غرقان في بحر افكار، وبيلاقي حاجه جت عليه بسرعه وكسرت السيف بتاعه، خد ضربه مباشره من الوحش. فكير اترمى بعيد كده واتخبط في جذع شجر، والخبطه بتكون جامده جدا وتعرض لاصابه حرجه. وبعدين في المشهد اللي بعده بنلاقي فكير هادي كده وبيكون مغمى عليه تقريبا، بس بعدين بيفوق بسرعه ويقول فقد وعيه، ويقول انه حاسس بألم في ذراعه اليسرى. بيقول هو دراعه دي اتمزقت، وبيبص لدراعه وبيلاقيها مصابه، وبيقول بغض النظر عن مدى الاصابه دي بس انا هقدر اقوم. وبنلاقي الكلب ده بيهجم عليه، بس هو بيقدر يتفادى الضربه حركه سريعه. وبيقول استحاله استحمل هجوم زي ده مرتين، وان من الصعب هزيمه الكائن ده، ولا حتى صياد محترف في نفس الموقف ده هيقدر يهزمه بسهوله. وبيقول افضل حل للموقف ده هو انه يهرب بعيد جدا. هو بيبتدي يجري، وبيقول ولولا الجروح اللي في الوحش ده كان زمانه موتني. وبيقول انه لو قدر يعبر السلك ده هيخرج من المكان، وبيقول انه لو عدى منه هيكون كويس، وانه لو اتمسك هيموت. وبيكون بيدور على حاجه، وطلع بيدور على المخيم بتاعه وبيجري عنده بسرعه، بس الكلب يقرب منه. بس صاحبنا بينط والكلب بينقض عليه، والكلب قرب منه خلاص هيهشم دماغه، بس الكلب بيدوس على حاجه وبيبتدي يتسحب لجوه الارض. فكير بيقع بسبب النطه اللي هو نطها، وبيقول انا عملت فخ عشان اتعامل مع كلاب الجحيم. وبنعرف ان الفخ ده بيبقى عباره عن حفره مليانه، الكلب بيبتدي يتاثر بالسم ده، بس ده في مستوى رفيع مش هيسقط بسهوله. وبنلاقيه مسك رمح ورمى ناحيته بسرعه كبيره، فالرمح بيجي في الكلب بس بيرتدي تاني ما بيتاثرش خالص. فالكائن ده بيغضب جدا، ففكير بيبتدي العد. كان قاعد عمال بيعد خطوات الكلب وعد لحد 7 خطوات بالضبط. بنلاقي الكلب مات قدامه، بيقول ان الاشاعات كانت صح. وبنلاقي فكير بيقول ان الرمح الخشب اللي رماه بيختلف عن اي رمح خشب، وبيقول ان ده رمح نكار الخشب ذو الاسنان السامه. وبيقول ان الرمح ده لو انت اتصبت بيه مش هتقدر تمشي اكتر من 7 خطوات. وبنلاقيه بيكسب خبره من الكلب ده. وبنعرف ان الكرباس نوع من الوحوش بيحرس البوابات او الدنجن، وبيقول اكيد في بوابه في الجوار. وبنعرف ان البوابات في العالم ده مكان غير معروف
بيبقى مليان كنوز، وفي بعض الأحيان بيسكن فيه الشياطين القوية. فبنلاقي فكير ابتدى يتبع آثار الكلب ويمشي وراها عشان يعرف الكلب ده جه منين بالظبط. وبنلاقي فكير قدام بوابة الدنج وبيقول دي زنزانة اللي خرج منها الكلب. بيقول أنا فاكر إن أنا جيت هنا قبل ما أرجع بالزمن. بيقول بس الأمر مختلف دلوقتي، بتبقى فيه ريحة فاسدة خارجة من المكان معاها ريحة مانا، وبنلاقيه مش قادر يشوف الضوء. بيقول إن المكان ده أعمق من اللي هو توقعه، وبيبقى بيبص له وهو متشوق جدا. بيقول إنه متشوق عشان يعرف أي نوع من الكنوز موجودة جوه. وبنلاقيه بيقرر يدخل الدنج. وبيدخل بطلنا فكير الكهف، وهناك بيشرح لنا انه دي اثار الياقوت الاحمر، وفعلا بيشوف الياقوتة وجنبها جثة احد الاشخاص. والي من الاثار بيفهم انه مات مطعون من فترة طويلة جدا، وبيقرأ وصيته وبيشرح الشخص ده انه كان هنا في الزنزانة مع اخوه، وانه من الاثنين من عائلة باسكرفيل هم كمان، وقتلوا عدد من الشياطين لحد ما وصلوا للغرفة دي، وهنا اتحبسوا بسبب انه مكتوب على الياقوتة يدخل واحد يخرج واحد، يدخل اثنان يخرج اثنان، وده معناه انه لازم واحد فيهم يموت. وفعلا بعد 3 سنين كاملين اخوه هجم عليه وقتله، وبالرغم من كده ما فيش حاجة اتغيرت. وبيكمل وبيقول خرجت ندمان بعد ما قتلت أخويا ولم أحصل على شيء. وبطلنا فكير بيحل اللغز بسهولة، وبيشرح لنا أنه اللغز مش متعلق بموت حد، وأنه لما الشخص بيدخل بيكون له ظل، وأنت وظلك يعني شخصين، لكن لو دمرت الياقوتة بيختفي الظل وبترجع شخص واحد. وفعلا مجرد ما بطلنا بيكسر الياقوتة بيظهر قدامه سيف بلزيبوب الملعون. وبلزيبوب ده عبارة عن نوع من الذباب الشيطاني، وده شيطان بياكل الأخضر واليابس، وعائلة باسكرفيل قتلته، لكن الشياطين سرقوا بطاياه وعملوا منه سيف، وهو ده السيف اللي قدام البطل. ومجرد ما بطلنا بيلمسه بيندمج معه، وبيقول يا ترى قوتي هتوصل لأي مستوى في الحياة دي؟ وفجأة وقبل ما يخرج بطلنا من الزنزانة بيحس بجوع شديد، جوع ملوش أي نهاية. وأيوة روح سيف بلزيبوب الملعونة بتكون متعطشة للدماء، وبتوديه ناحية جثة كلب الجحيم وبتمص دمه، وبتظهر حالة السيف والي بيطلع انه بيخزن دماء ضحاياه. واي شخص او كائن بيمص دمه بيسرق قدراته، وبيكون قادر على تخزين 3 مهارات كحد اقصى. ومن غير ما يحس بطلنا بيكون بلزيبوب امتص كل الوحوش اللي قدامه، وبيكتسب المهارتين حرق ونزيف كلب الجحيم والتجديد السريع للفار اللي كان تحت كلب الجحيم. وبينتهي اخيرا الامتحان العملي، والكل بيرجع وبيقدم الوحوش اللي اصطادها. وطبعا الرئيس هوغو بيكون مصدوم انه بطلنا اصطاد كلب الجحيم رغم انه فايكير عمره فقط 8 سنين. فبيستدعي الرئيس هوغو وبيسأله انت ازاي قتلت كلب الجحيم؟ فبيقول له فايكير عن طريق الشوكولاتة لانها سامة للكلاب. وبعدها بيطلب منه كمكافأة انه يسمح له يدخل مكتبة 10,000 رسالة، ودي من اكبر مكتبات الامبراطورية وتابعة لعائلة باسكرفيل. ولسه بيقول له بطلنا ما فيش مانع لو حضرتك مش موافق. فبيتفاجأ انه هوغو موافق، وبيسمح له بالاطلاع على التقنية السادسة لعشيرة باسكرفيل. بس بيكون هدف فايكير هو كتاب فن السيف لأنه بيحتوي على أقوى فنون السيف. وبيشكره بطلنا وبيخرج من المكان. وبيوصل فكير لمكتبة 10,000 رسالة، وبيلاقي كتاب فن السيف والي نصحه بيه هوغو، وبيفك القفل عن الكتاب وبيبدأ في القراءة، ولكن مش بيجذب انتباهه الكتاب. فبيستغرب المرشدين الأكبر سنا اللي معاه وبيقولوا له ازاي خلص بسرعة قوي كده، كان مفروض تاخد وقت أطول. ولكنه مش بيهتم بكلامهم وبيقول ما أقدرش ألومهم لأن في كنوز مخفية هنا. وبيوصل لكتاب اسمه كمين كامن، والكتاب ده ناقص صفحة، وبنعرف من فكير إن الصفحة دي لقاها هوغو وهو كبير في السن، وفضل يدور على الكتاب اللي ناقصه الصفحة دي عشان يفك أسرار التقنية. وبسبب كده بعت بطلنا وباقي كلاب الصيد وعملوا حرب على باقي الممالك لمجرد صفحات كتاب. وفي النهاية كانت مكافأة هوغو هي إعدام فكير. وأيوة بطلنا فاكر كل الصفحات المفقودة، وبيفضل قاعد في المكتبة اليوم كله عشان يحفظ الكتاب كامل زي اسمه. وفعلا بيجرب تقنية السيف وبيقدر أخيرا يوصل للمستوى الخامس، وبيكون مبسوط جدا انه تخطى حياته السابقة لان فيها كان اقصى حاجة وصل ليها هو المستوى الرابع. وده معناه انه حاليا في مستوى مقارب للمستوى اللي كان عليه وهو في عمر 30، على الرغم انه حاليا في 8 من عمره فقط. وقدر يعرف ده لانه المانا او طاقته السحرية اتحولت للشكل السائل، وبيبقى متحمس انه يوصل لتقنيات زي الناب الثاقب والناب الكامن، وبيستخدم العدسة المكبرة وبيحرق الكتاب وراه، وده عشان يمنع اي حد انه يتعلم التقنيات دي غيره.
وبيقرر يخبي المعلومات دي عن هوجو عشان يقضي عليه بعدين. وبيرجع فكير لعند هوجو، وهناك بيطلب هوجو من بطلنا يظهر له مهاراته في مبارزة، وبننتقل للحلبة. وهناك بيكون هوجو مجهز له أورك وبيفكوا السلاسل الخاصة بالأورك، فبيهجم عليه بطلنا وبيقطع إيده وبعدين بيقطع رجله. وبيقول فكير في نفسه: ما تستغربش إنه مهارات التجدد بتاعتك مش شغالة، وده بسبب سيف بيلزيبوب المدموج مع مهارة نزيف الجحيم. فهي بتمنع أي نوع من التجدد. فبطلنا يوقف لحد هنا؟ أكيد لا، بيستخدم مهارة نصل الهالة في وسط انبهار هوجو وكبير الخدم. وبيخلص فكير على الأورك تماما وبيقول له: ما عندكش حاجة أقوى من الأورك؟ الله على غرورك يا فكير. وسبب طلب فكير لوحوش أقوى عشان يبين لهوجو إنه قوي بحيث يبعدوا عنه أو ينقله لمكان أفضل. وبالفعل هوجو بيتحمس وبيسأل خبير الخدم عن أقوى وحش عنده، والوحش ده بيكون غول تمت إبادة عشيرته كاملة. وبيفكوا عنه السلاسل وبيهجم على بطلنا، لكن فكير بيتفادى الهجوم وبيحاول يهجم عليه وبيقطع ذراعه، لكن بسهولة الغول بيجددها وبيقول في نفسه: لو استعملت قوتي الكاملة ههزمه في لحظة. لكن مش حابب يظهر كل قوته لهوجو، فبيقرر يبين لهم إنه أثناء المعركة قوته زادت، فبيستعمل جزء بسيط من الطاقة السحرية على السيف وبيهزم الغول بضربة واحدة وسط صدمة الكل ومنهم هوجو، واللي مش بيقدر ينطق بكلمة لأنه المستوى اللي فكير استعمله هو مستوى شخص عمره 15 سنة، وهو عمره 8 سنين فقط حاليا. ووسط ما هو بياكل في مطعم المدرسة بيظهر الإخوة ليفا من وراه، فبيفتكر إنهم بيحاولوا يكسبوه لصفهم، فبيبص لهم بصة تخوفهم ويمشوا، لكن في الحقيقة هم كانوا بس مبهورين بقوته. وفجأة بيظهر رئيس الخدم باريمور من وراه وبيطلب منه يرجع لغرفته فورا. وفي وقت لاحق بيوصل موكب من عائلة مورغو بقيادة أدولف مورغ، وبيطلع إنه ده الموعد السنوي للتدريب المشترك بين العيلتين، واللي شكلهم مش طايقين بعض يعني. وأنا مش قصدي بس على العيلتين، أنا قصدي على هوجو وأدولف. وبنعرف إنه علاقتهم كانت كويسة زمان. عائلة باسكرفيل متخصصة في السيف وعائلة مورغو متخصصة في السحر، وبسبب شوية خناقات على المناجم والأحجار السحرية بدأت تحصل مشاكل بين العائلتين. بس بموجب قرار من الإمبراطور بيعملوا حدث تدريب سنوي، وبيسألوا أدولف عن الموهبة الشابة وقصده على فكير. فبيلاحظ إنه هوجو مبتسم، فبيقول له أدولف: على فكرة عندنا شخص عبقري في عائلتنا كمان. وبيعرفوا عليها، وهي بنت أخوه واسمها كامي، واللي بدل ما تعرف نفسها بتقول له هوجو: هو أنت بقى اللص اللي سرق المنجم بتاعنا؟ فأدولف طبعا بيعتذر، فهوجو يرد ويقول له: شكلكم معرفتوش تربوها يا عم. بس كامي تسكت: أكيد لأ. بتقول له: هتنكر يعني يا عم الحرامي؟ أنا مش عارف أدرس الأحجار السحرية بسببك. وهوجو خلاص كان جاب آخره وهيقوم يضربها، ولكن أدولف بيهديه. وفي لحظة دي بيدخل عليهم فكير، وكامي بتقف قدامه وبيقدم نفسه، وبيقول لنا إن البنت دي كانت مصنفة إنها عبقرية بين العباقرة، وكانت بتقتل الناس وتحرقهم على عمود خشبي كمان. وعلى طول كامي بتقول له: انتوا بقى الحرامية اللي أخدتوا المنجم بتاعنا؟ فبيقولها فكير: ما خدناش حاجة، هو كان أقرب لمملكتنا. وفي اللحظة دي بتستعمل كامي قوتها وبتقول له: أنا هشرح لك دلوقتي. وبتعمل نموذج جليدي للمملكة وبتبدأ تشرح له وبتوضح له إنه المنجم على أرضهم، لكن عروقه ممتدة لأراضيهم. فبيرد فكير ويقول: إحنا مش مهتمين بالأحجار دي، بس مش هنسيبكم تتعدوا على أراضينا. وبيمسك فكير إيدها ويقول: الإيد دي تلزمني. فبتتكسف منه، وفجأة يطلع السيف ويبان إنه مش بيهزر وكان ناوي يقطع إيدها، والكل بيكون مصدوم. وفي اللحظة دي البنت بتصرخ وبتطلب عمها يحميها، وفعلا بيدخل وبيبعدها عنه وبيحضنها، والبنت كامي عمالة تعيط. فبيقول فكير: معلش والله أنا بس كنت بهزر، ودي لعبة عندنا هنا في مملكتنا. وهوجو بيقول لأدولف بخصوص المنجم: إيه رأيك نعمل عليه نزال؟ ودي وكامي بتقول له: والله لأوريك. وفعلا بيبدأ بعدها مجموعة من النزالات الودية، ولكن أهم نزال والعيون كلها كانت على كامي من عائلة مورغو وفكير من عائلة باسكرفيل. وبيبدأ النزال بينهم، وبتستعمل كامي تعويذ متعددة، ولكن فكير بيتخطاها بسهولة، فبتعمل جدار رملي عشان تحمي نفسها، ولكنه بيكسره بسهولة وبيخبطها على جبهتها بإصبعه وبيطيرها. فبتقول له كامي: انت بتسخر مني ولا ايه؟ فبيرد فكير عليها: لو ما بطلتيش هضربك بإصبعي تاني. فبتعمل جدار رملي مكون من طبقتين، ولكنه بيكسره وبيخبطها بإصبعه مرة تانية في جبهتها. وفي اللحظة دي كامي بتستعمل سحر النار وبتهجم عليه. فبيفكر فكير في طريقة ازاي يخضع الطفلة كامي دي من غير ما يقتلها، فبيقرر يستغل المبارزة اللي جنبه ويتفادى النار ويخليها تيجي عليها، وبيقولها: جهزي سحرك الدفاعي.
الهجمة بتخبط في كامي والكل بيكون مرعوب عليها وأولهم عمها، وبنشوف ورا الغبار إنها قدرت تحمي نفسها بالسحر الدفاعي، ولكن سحر النار حرق ملابسها فبتبقى مكسوفة تخرج بالمنظر ده. وفي اللحظة دي بيدخل فيكير وبيخطف قلبها وبيرمي الكامي قميصه وتلبسه، وبيظهر على ايد فيكير انه اتجرح لكن غير كده جسمه سليم، وبيبقى الكل مبهور بعضلاته. وادولف بيحضن بنت اخوه بيطمن عليها. وفي وقت تاني بيتمشى فيكير مع هوجو بيقول له ليه ما خلصتش عليها على طول؟ فبيرد فيكير اول مرة اواجه بنت وما كنتش عارف ازاي اتصرف معاها. فبيقول له هوجو خلي الجرح اللي على ايدك يفكرك ان اي تهاون ممكن يخليك تتصاب. فبيستغرب فيكير لان هوجو زمان كان شخص عصبي وشديد في التعامل، وبالاخص بعد ما خسر زوجته وبنته الكبيرة. فبيقرر فيكير انه يحميهم عشان هوجو ما يرجعش للشخص البارد اللي كان عليه. وبيسأله هوجو ايه رأيك في قضية المنجم؟ فبيرد فيكير انا شايف نتخلى عنه، هنقدر نلاقي كميات افضل من حجر الياقوت في الحدود التانية من المملكة، وكمان لو ادينا عائلة مورجو حقوق التعدين فهيحموا المنجم من الشياطين، وبالتالي هيحموا حدود مملكتنا من الناحية دي. فبيرد هوجو تصدق فكرة، وبكده الشياطين هيقضوا عليهم وبيضاعفوا قوتهم. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم أدولف وبيقترح حلول تانية غير موضوع الإيجار، وبيقترح يعملوا عقد زواج بين العائلتين، ولكن كامي بترفض تتجوز شخص أضعف منها وكمان أكبر منها، وكان قصدها على الفرد الأكبر من عائلة باسكرفيل. وبتبص كده لفيكير فعمها بيفهم وبيغطي ودنها وبيقول لها بصوت واطي انتي عبيطة عايزة تتجوزي فيكير؟ ده لسه مأذيكي من شوية. فهوجو بيفهم وبيقول ايه رأيك يا بني في الجوازة دي؟ فبيرد فيكير موافق. وبيكون عم البنت مصدوم وبيقول ده انتوا كده شكلكم متفقين عليا. وبنكمل مع بطلنا فيكير ويلي مش مجرد وافق، ده قال كده بالنص سأتزوجها إذا طلبت مني ذلك، وقصده على هوجو. فبيتعصب أدولف ازاي يقول كده أو حتى يفكر يرفض بنت أخوه. فبيشرح له هوجو إن فيكير مش ابنه بشكل مباشر بل بالتبني، وعشان كده أكيد محتاج ابني في المسائل اللي زي دي. فبيقرب منه أدولف وده سيد من أسياد السيف اللي أتقن لحد المستوى السادس، وبيقول له مش عشان انت موهوب تفكر انك في نفس منزلة بنت اخويا كامي. فمش بيرد عليه فيكير، فبيقول له أدولف انت اخرس ولا ايه؟ مش انا بكلمك؟ فبيقول له مش قلتيلي اسكت من شوية؟ فانا بحترم كلامك والتزمت الصمت. فبيضحك أدولف وبيطلب من هوجو يسمح له انه يختبر مهاراته. وفعلا بننتقل للساحة وهناك أدولف بيعمل فخار مليان مية، وبيقول لفيكير انه هيبرزه والفخار على رأسه، ولو قدر يخلي المية تقع من فيه هو الفائز. وبيهجم عليه فيكير بشكل مباشر، ولكن كامي بتحاول توقفه، وده لأن عمها بيستعمل حاجز سحري في مستوى متقدم. ومش كده وبس، وبيهجم عليه بسحر النار المتقدم. وبيفضل فيكير يركز على نقطة واحدة في الدرع السحري وبيقدر يخليه يتشرخ، ولكن سيفه هو كمان بيكون قرب يبوظ. وفجأة الفخار فوق رأس أدولف بيتكسر وبيقع على رأسه، وبيطلع إن فيكير رمى عليه جزء بسيط من السيف، وبكده بيفوز فيكير. وكامي بتكون مكسوفة لأن كده يعني هيتجوزها، وهوجو بيكون فخور بفيكير انه فاق حتى توقعاته. وبعد مرور 7 سنوات بيظهر انه اخوة ليفا وباقي الطلاب مستواهم اتحسن في استعمال السيف، وده ظاهر في تعاونهم للقضاء على الدب الشيطاني. ولكن المعلم بيقول لهم ان ده مجرد دب هم قبضوا عليه، الدب الشيطاني الحقيقي انا كمعلمكم ما اقدرش عليه لوحدي. وبيبارك ليهم على تخرجهم من الاكاديمية، والطلاب بيتناقشوا مع بعض هيكملوا دراستهم في ايه، وبيطلب ان 7 انواع من الفرسان ابرزهم فرسان البحث والامن والاغتيال والقمع والحرب، والكل بيكون متحمس يعرف فيكير هيختار يكمل تعليمه مع اي نوع من الفرسان، وبيكون اساسا مخبي مستواه الحقيقي وهزم الدب الشيطاني بالكامل لوحده. وبيقول فيكير في نفسه ان مستواه تخطى حاليا حياته السابقة، ولكن الموضوع اخذ منه 7 سنين، وبيكون محبط شوية من بطء تقدمه. وهنا بيدخل عليه رئيس الخدم وبيقول له انه هوجو استدعاه، وبيوصل لهناك وفيكير بيقول له ايه الجرح اللي على وشك ده؟ فبيرد هوجو بيقول له كنا بنحارب البرابرة وواحدة من الرماة علمت عليا، ولكن انا علمت عليها انا كمان. وبيبارك لفيكير انه خلص تعليمه الاساسي، وبيشرح لنا فيكير ان الاطفال في عائلة باسكرفيل بينقسموا لنوعين. النوع الاول بيرموهم ككلاب صيد وبيقتلوا على حدود المملكة، وده كان وضعه في حياته السابقة. والنوع الثاني بياخدوا مناصب سياسية وبيتعلموا لحد ما يحكموا المملكة. وبيقول فيكير لنفسه مستحيل يعني هوجو يديني منصب سياسي. وفجأة هوجو بيخالف توقعاته وبيقول له انه عايزه يكون نائب المستشار في مدينة اسمها أندردوغ. وقبل ما يمشي فيكير بيطلب مكافأته بخصوص موضوع المنجم اللي قاد رأيه فيه من 7 سنين، وهوجو أساسا مش بيفكر وبيقول له أنا واثق فيك يا ابني، وبيحقق له طلبه. وأثناء
وأثناء خروج فيكير بيتكلم معاه رئيس الخدم وبيقول له إن هوجو بيقدره جدا كابن ليه، ولكن على الرغم من كلامه إلا إن ده مش بيخفف حقد فيكير تجاه هوجو، وبيتوعد إنه هيرد له الألم اللي سببه له في حياته السابقة. وبينتقل بينا المشهد لمدينة أندردوغ، وهناك المستشار بيأمر الخدم بتنظيف المكان، وده لأن هيتم تعيين نائب المستشار النهاردة. وفعلا بيوصل فيكير وهم بينظفوه وبيفكروه عيل صغير تايه، ولكن فيكير بيقول له ابعد ايدك من عليا، أنا نائب المستشار. وبيقول لهم رتبوا المكان كويس وجهزوا الأكل والشرب، هنعمل حفلة. وأثناء الحفلة بيكونش هو السكرتير متضايق وقاعد يقول من أول يوم وعامل حفلة، شكله عيل صايع. فيدخل عليه فيكير من وراه وبيتعرف عليه، وبيطلع إن فيكير بحث عنه عن القانون الخاص بالمدينة، وبيكلمه فيكير إن العيب في المدينة دي هي الأعمال غير القانونية وإنه هيتخلص منها، وعشان كده محتاج يثبت نفسه ليهم. وبالفعل في اليوم التاني بيقف في وسط المدينة، وطبعا الناس بتتريق عليه لأنه مجرد طفل صغير. فبيمسك العصاية اللي في إيده وبيخبطها في الأرض بكل قوة، وبيقول لهم دلوقتي في قانون جديد، أي حد هيسحب العصاية من مكانها ليه 100 مليون قطعة ذهبية. وعارف إنك مش مصدق الموضوع، ولكنه بيكون قانون فعلا، والكل بيقف مصدوم لأنه المبلغ يعادل راتب 4 سنوات من العمل. وبيفضل يرفع المبلغ لحد ما يوصل ل10 مليار، ولكن الناس بتكون خايفة إنها تقرب منه حتى. وفجأة بتظهر بنت صغيرة اسمها جودي، ودي مجرد بنت بسيطة بتبيع الورد في المدينة، وبتقرب فعلا من العصاية وبتكون خايفة ليقتلها فيكير. وبكل سهولة بتسحب العصاية من الأرض، ومن جواها بتكون مرعوبة جدا، هل هيقتلني؟ هل هيعذبني؟ ولكنه في الحقيقة بيديها 100 مليون وبيقولها دي أول دفعة من المبلغ. ومش كده وبس، بيأمر الخدم يشحنوا المبلغ ليها لمنزلها وحراس يحموها. والناس بتكون مبسوطة لأنهم فهموا إن اللي هيسمع للقانون هيتكافئ واللي مش هيسمع له هيتعاقب. وبسبب كده الأعمال غير القانونية قلت بشكل ملحوظ، وشي هو بيكون مبسوط بمجهود فيكير إنه قدر يحقق ده في أيامه الأولى. بس فيكير بيقول له دي بس البداية، حاليا محتاجين نرجع 10 مليار اللي ادناهم للشعب، وده عن طريق القضاء على الجماعات الإجرامية. وبيحدد على الخريطة أماكنهم، فشي هو يسأله إزاي عرفت أماكنهم أصلا؟ فبيقول له شمتهم، وفي الحقيقة بيكون عارف أماكنهم من حياته السابقة. وفي اللحظة دي واحد من الخدم بيدخل عليهم وبيقول لهم إنه رابطة الشباب المستقل طلباهم في اجتماع، وده للتناقش في القانون الجديد. فكير بيقول شكل الذباب بلع الطعم، يلا نبدأ نتصرف معاهم. وبينتقل بينا لنادي اللي موجود في قاعة مدينة أندردوغ، وبنشوف إنه رابطة الشباب مجرد أشخاص بيعملوا حفلات طول الوقت، وبيجيبوا الفلوس من خطف البرابرة وبيعهم وتجارة العبيد. وبيطلع إنهم رموا اللوم على عائلة تانية، ودي كانت من أكثر العائلات إخلاص لعائلة باسكرفيل، واللي قررت عائلة باسكرفيل تقتلهم لحد آخر فرد فيهم رغم إنه ملهمش ذنب. وده السبب إنه حاليا فيه 7 عائلات تابعة لعائلة باسكرفيل فقط، وبيكونوا مخططين إنهم يجيبوا فيكير هنا في الحفلة ويخلوه يدفع ثمنها بعد ما يستمتع بيها. وفجأة بيدخل عليهم فيكير، والخادم مش بيكون عارفه فلسه هيحاول يطرده. فيكير بيكسر له إيده وبيكسر لهم كل المشروبات بحركة واحدة من إيده، وبيقول لهم كنتم مخططين إني أدفعها صح؟ فبيتوتروا كلهم وبيقولوا له أكيد ما كناش هنعمل كده، إحنا بس كنا بنرحب بيك. فبيمسك فيكير واحد منهم من بطنه وبيفتحها له ويدوس على رأسه يقتله. الكل وقتها بيتعصب وبيقولوا له أنت مفكر هتفلت باللي عملته ده؟ فبيرد فيكير ويقول وأنتوا هتفلتوا من الاختطاف والاتجار بالبشر وإهانة عائلة باسكرفيل. وبيقول لهم خلوني أوريكم هعمل فيكم إيه دلوقتي. اللي حصل ده بنشوف شي هو مع فيكير في السجن، وهناك بنعرف إنه فيكير إدى كل أعضاء نادي الشباب دول علقة موت. فبيقولوا شي هو أنت مش شايف إنك بلغت شوية؟ وبنشوفهم فعلا بيقولوا له أنت مفكر أهالينا هيسكتوا؟ فبيرد فيكير هو أنا كده عملت حاجة؟ قبل ما الشمس تغرب هكون عدمتهم. فاللحظة دي رد فعلهم بيتغير وبيقولوا أرجوك سامحنا ومش هنعمل كده تاني. ولكن فيكير لا يبالي، بل بيقول إنه لو ملقاش دليل على جرائمهم هيعمل واحد وهيلبسهم إعدام. وبالفعل بيدخل عليهم شخص وبيقول له طلبك المخصص جاهز، وبيكون جايب له كل أنواع أدوات التعذيب، وبيشمر كمامه وبيقول لهم وروني بقى هتعترفوا ولا لا. وبعد فترة بتنتشر الأخبار إن تم القبض على عصابات العائلات ال7، ولكن كل الناس توقعوا إن عائلاتهم مش هتسكت وهيفكوا أسرهم بالفلوس بسهولة. وبالفعل عائلاتهم توجهوا بالاعتذار لنائب المستشار فيكير وعرضوا عليه الأموال مقابل فك أسر أبنائهم، ولكن بدون أي فايدة. في اليوم اللي بعده تم إعدامهم، وكان باين من حالتهم إنهم تعرضوا لتعذيب شديد، وتعلق فوق رؤوسهم إشعار مكتوب فيه كل التفاصيل بالعقوبات اللي اتطبقت عليهم والجرائم اللي عملوها، وكل العقوبات دي بالإضافة للإعدام
الحسم النهائي. وفيكير بيقول انت مفكرني هوقف لحد هنا؟ انت هتشارك معايا يا شيهوا في الخطة الجاية؟ وفي مشهد تاني بنشوف انه فيكير محبوس كأنه واحد من العبيد، وشيهوا كأنه مشرف عليه، وموجودين في مكان شبه سوق العبيد. وقبل كل ده يحصل بنرجع للأحداث من الأول، وفيها في أطراف مدينة أندردوغ كان متجمع الأشراف والنبلاء متجمعين بالأحصنة والعربيات الفاخرة والخدم والحشم، وكل ده عشان اليوم هو مزاد العبيد، وطبعا بدون علم عائلة باسكرفيل. في سوق العبيد بيتباع البرابرة والعامة وحتى النبلاء كلهم سلع قدام اللي يدفع أكتر. وبيدخل شيهوا مزاد العبيد بهوية عائلة مانغ، ودي عائلة بتشتري العبيد بكميات كبيرة وبيبيع ليهم فيكير. وبيبدأ المزاد وبيتفاخر النبلاء برغباتهم القذرة، كل واحد بيقول نوع العبيد اللي بيحبها. وبيتعرض في المزاد الأول الوحوش، أولهم ثور الجحيم، وده وحش اصطادته عائلة باسكرفيل وبيتباع ب250 مليون قطعة ذهبية. وبعدها بيكمل المزاد لحد ما بنوصل لبلاك، ودي واحدة من عشيرة البرابرة. ولكن بما أن عشيرة البرابرة صعبين في الترويض ومعروفين بشراستهم، محدش بيكون مهتم يشتريها، وبيضربها الحارس وبيفقدها الوعي. وبيكون فيكير شايف كل ده ويجي الدور عليه في المزاد، ويبدأ المزاد عليه لحد ما يدخل البارون جامبينو، وبيقوم بالمزايدة عليه ب6 مليارات عملة ذهبية. ومن نظراته شكله إنسان قذر جدا، وبيتباع فيكير ليه فعلا، وبيقول له البارون أنا متحمس قوي ألعب معاك. وفجأة فيكير بيكسر القيود وبيضربه ضربة واحدة ويقتله وسط صدمة كل الحاضرين. وبيكشف عن شخصيته الحقيقية وبيقول ما تفكروش إنه واحد فيكم هيخرج على قيد الحياة. فيا ترى فيكير هيعمل فيهم إيه؟ هنعرف ده في الفيديو الجاي، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وفي رعاية الله.